السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أولى الأخبار. النهاردة بتقول ضاعت فلوسك يا زمالك. المثل بينطبق على نادي الزمالك بسبب الصفقات اللي أبرمها في فريق كرة الطايرة، رغم صرف الملايين على فريق أغلبيته من النادي الأهلي. وزي ما بيقول المثل، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. تغير لعيبة، تسرق لعيبة، اشتال، تتهبت. النادي الأهلي هيفضل سيد الأندية المصرية والأفريقية والكرة الطايرة بلا منازع. الفريق الأول لكرة الطايرة سيدات بالنادي الأهلي بيحقق النهاردة فوز معتاد على فريق الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. المباراة اللي جرت النهاردة الساعة 5 مساء الاثنين على صالة الشهداء بفرع نادي الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. رغم الأموال الهائلة اللي قامت إدارة نادي الزمالك بصرفها للتعاقد مع عدد كبير من الصفقات الجديدة، إلا إن الصفقات لم تشفع لنادي الزمالك في الفوز على الأهلي. الزمالك أبرم صفقات كتير قبل انطلاق الموسم الحالي، ومن بينها 5 لعيبة كانوا من أكفأ لعيبة النادي الأهلي. الزمالك خد مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي، بالإضافة لمريم مصطفى بنت الكابتن هناء حمزة اللي الأهلي رافع ضدها هي وبنتها قضية. لذلك القضية بتنظر في المحاكم حتى الآن، ولكن دعوة المظلوم استجابت في الوقت المناسب. على الرغم من أن فريق النادي الأهلي خسر الشوط الأول بنتيجة 25-19، ولكن الفريق بقيادة مدربه الخبير حمدي الصافي قدر يتماسك ويقلب الخسارة إلى فوز ب3 أشواط متتالية. جت نتيجة أشواط اللي حقق فيها الأهلي الفوز على النحو التالي: 26-24 و25-22 و25-22. الفوز ده بيرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز سيدات، وبيحقق العلامة الكاملة بالفوز في 7 مباريات. الخبر الثاني بيقول: تحت أنظار كولر وعبد الحفيظ الأهلي يهزم الزمالك بثنائية في بطولة الجمهورية. يظهر النهاردة كان يوم النادي الأهلي فعلا. الخبر بيقول: وصلت فرق قطاع الناشئين للأهلي سيطرتها على مباريات القمة بعد فوز مواليد 2006 اليوم على حساب الزمالك 2-1 في الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية. اللي جاب الأهداف بتوع الأهلي حسام عادل، وسجل للزمالك عبد الحليم أحمد. وحضر المباراة الجهاز الفني للفريق الأول السويسري مارسيل كولر ومعاونيه وميشيل يمكن مدرب حراس المرمى، وكان معاهم سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين. وبالمناسبة كان حضر اللقاء وليد سليمان المدير الإداري الجديد في قطاع الناشئين. وقبل كده كانت فرق النادي الأهلي مواليد 2001 و2005 حققت فوز على الزمالك الموسم الجاري في بطولة الجمهورية. الخبر الثالث بيقول: مران الأهلي أبو عبلة بيوضح إصابة طاهر محمد طاهر. الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق أجرى أشعة النهاردة وخضع لفحوصات طبية نتج من خلال الأشعة من إصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة، إضافة إن اللاعب غاب عن المران الجماعي للفريق النهاردة تمهيدا للخضوع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة والعودة سريعا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. وعلى الرغم إن الجهاز الفني بدأ النهاردة في تجهيز الجنوب أفريقي ليكون بديل طاهر محمد طاهر، الجهاز الفني بيجهز بيرسي تاو للدفع به في مركز الجناح الأيمن لمباراة المحل القادمة بإذن الله في الدوري الممتاز، أساس يشارك أحمد عبد القادر في مركز الجناح الأيسر. الخبر اللي بعد كده: الخطيب يتحرك للتعاقد مع صفقات مدوية للأهلي. الأهلي بيستعد للميركاتو الشتوي وبيقترب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من حضور جلسة هتجمع بينه وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي في الساعات القليلة المقبلة. المتوقع منه أن تكون الجلسة بين الثلاثي في غياب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وذلك لعرض أمر على أمير توفيق والكابتن الخطيب ومارسيل كولر الصفقات الخاصة باللاعبين الأجانب من أجل تدعيم صفوف الفريق يناير المقبل. الخبر اللي بعد كده بيقول: محامي كهربا يتخذ إجراء حاسم لإنهاء أزمة اللاعب. الإعلامي أحمد أسامة بيقول إن محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي بدأ في إجراءات التحرك من أجل إنهاء أزمة وإيقاف اللاعب. وقال أحمد أسامة
كمان خلال برنامج الإذاعة الديربي مع أحمد أسامة على إذاعة القاهرة الكبرى إن اللاعب سوف يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى الأهلي المقدرة ب5 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة عقده هذا الموسم البالغة 10 ملايين جنيه من أجل تسديدها. أحمد أسامة قال كمان من المقرر أن يكون محامي كهرباء بدفع هذا المبلغ كجزء من الغرامة، ويبدأ في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل التأكيد على السداد لنادي الزمالك والحصول على تأكيد مشاركة اللاعب مع جدول باقي المباريات الموقعة عليه. الزمالك بيتلقى خطاب من رابطة الأندية لنقل مباراة الجيش إلى استاد الكلية الحربية. نادي الزمالك بيتلقى خطاب رسمي من رابطة الأندية المحترفة يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول للزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد الجيش ببرج العرب باسكندرية. المباراة كان مقرر لها أن تقام باستاد الجيش ببرج العرب قبل ما يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة. الخبر اللي بعد كده بيقول: هل خرج حسين الشحات من حسابات مارسيل كولر بشكل نهائي؟ بيغيب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق. وعلق أحمد شوبير عن موقف حسين الشحات في تصريحات في برنامج الإذاعي يوم الصباح اليوم الأحد: ما يثار بشأن اللاعب استبعاده ووجهة نظر فنية من مارسيل كولر. الشحات كان خارج مباراة طلائع الجيش اللي فاتت، وكولر كان له طلبات محددة ومعينة في الخطة، فلذلك استبعدوا من الخطة في المباراة اللي فاتت. وقال كمان أحمد شوبير: الحالة اللي ظهر بيها كريم فؤاد قتلت من أسهم حسين الشحات، وكريم ظهر في مباراة طلائع الجيش بمستوى أقل من المعتاد، وهذا طبيعي، لا يوجد لاعب سيستمر طوال الموسم بنفس المستوى. هو طبيعي إن اللعيب ما يفضلش على مستواه ثابت بصفة أساسية. المعلق الشهير أشرف شاكر بيقول: سلموا لي المنتخب وأقسم بالله سأفوز بكأس العالم. الخبر بيقول: طلب المعلق الرياضي أشرف شاكر أن يتولى مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة واعدا بالتتويج ببطولة كأس العالم. وقال أشرف شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج جمهور الثالث أمس: سلموا لي منتخب مصر وأنا أقسم بالله هجيب كأس العالم اللي جاي لمصر. متابع، دي شغلتي وأنا بشتغل بأسلوب علمي، كأس العالم قصاده بأكد، وهسلم كأس العالم للرئيس عبد الفتاح السيسي. وواصل وقال أشرف شاكر كمان: أنا لازم أكون المدير الفني لمنتخب مصر، أنا بحضر دكتوراه في تكتيك كرة القدم وتنمية المهارات باستخدام أسلوب علمي لا يعمل به أي مدرب في العالم غيري. وقال كمان أشرف شاكر في تصريحات: حصلت على خبرات بالتعليق على 10,000 مباراة في دوريات أوروبية وعربية، أملك جرعة تكتيكية عالية ستفيد المنتخب. دي كانت آخر خبر معانا. أرجو أن الأخبار تكون لطيفة وجميلة، وبإذن الله أجاب حضراتكم. مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.